راجل هديوتي، راجل قال لي انا بغيتها بحال ما هكا، انا طلبت منه السماحه نصحابو بنادم، مشيت عنده قلت له اخويا انا اساسا غنمشيو نصوبها بلاكار نقادو المسائل ونشريوه، تصدقنا داخلين قضينا الغرض في رمضان. وقع لك. السلام عليكم خوتي الحباب. اخويا شنو نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد السيده هادي اخويا راه 6 سنين وهي مصاحبه معايا وما عارفاش بان مرا مجوجه، يعني ما نكذبش عليك كتمشي معايا عادي، كتدخل معايا القهوه عادي، داتني حتى للدار ديال عدوسه والله ميته بشهر، داتني ما قالش لي راه راجلي استاذ، راجل مسكين انديكابي، يعني ما نكذبش عليك، وخلاتني ما حتى الاخر عرفت بان ما مجوجه، وما نكذبش عليك اخويا والله العظيم الا كنت كنحيدها من دم مجوفي ومهلي فيها وكذا، ولكن في الاخير عرفت بان ما مجوجه، ما تسرطاتش ليا، قلت لها اختي شدي انت طريق ونشد انا طريق، ومن عند الله ما كنعرفش راسي كيفاش ترجعت لها. كتقول لي يوسف صافي كل واحد يشد تيقارو، تنقول لها صافي داكشي اللي كاين. عاود لينا على اول مره كيفاش تلاقيت. اول مره اخويا ما نكذبش عليك، كنت طالع في الكارو بحال ما هكا، قال لي صاحبي، قال لي لقيت لك واحد المهمه، قلت له اخويا ما نكذبش عليك انا بعيد على داكشي، قلت لها اللي فيك فيني انا ما خدامش الخدمه. صافي طلعت اخويا بحال ما هكا، قال لي ها هي تعرفت عليها، قلت لها سميتها، قالت لي فلانه. صافي قلت لها انا سميتي فلان، عطاتني النمره، عطيتها النمره ديالي، دونك خاصني نعيط لها، عيطت لي هي كدير اخويا هادي، لا يعني على اساس الخدمه، حيت قلت لها كنصاوب هادشي ديال المونينيكسات البانينيات هادي. صافي تصور عطيتها النمره لحد 2، عيطت لي، خرجت انا وياها، قالت لي فين عندنا فين نمشي، قلت لها كاين، ديتها للدار عندي المشروع، ريحت معايا، يعني صافي داكشي اللي وقع راه وقع، قضيت الغرض، ما عرفتش انا بعدا واش مجوجه ولا صافي ولا صافي اخويا ديتها قضيت معها الغرض، ما عرفتش انا واش مجوجه ولا مطلقه ولا صافي بحال يعني شي حاجه في دماغي، ما بقيت عارف حتى شي حاجه. وما نكذبش عليك اخويا انا دابا حاليا قسما بالله لا خدمه بقيت وصلت ليها. ولكن بلاتي فاش بديتي كتنعس معاها وكذا، عاود لي امتى غادي تعرف انها راه مجوجه؟ داز في واحد المده قالت لي راجلي راه استاذ كيفاش قالت انديكابي، لك؟ عاودينا كيفاش قالت لك. يعني قالت لي راه كيجي سكران كيضربها، ما كيعطيهاش كما كنقولوا حنا حقها، ربما عائله يعني مشكله بزاف، في العمر ديالها غتكون عندها تقريبا شي 44 عام. ماشي غنقولوا واش كانت زوينه كتعطيها العين ولا شويه بامال ما بيهاش، ولكن اخويا بالنسبه لها هي راه داكشي اللي كدير فيها اخويا، ما يبغي لا الله ولا العبد. سمعنا انها كتعدى شي وليدات. عندها وليدات، عندها 3 البنات وولد. كنت داك النهار اللي قالت لك انا راه مجوجه باش حسيتي؟ عاودينا ما تسرطاتش ليا، ما انا انا شي انا والله العظيم شي واخا تقول لي هذيك الساعه نيت نيكس مع في الكارو شي كاع، وكل قالت لي راني مجوجه ما غنتيقش بها، علاش؟ حيت كتضحك عادي، تمشي مع امها للكوارو عادي، تركب القدام عادي مع امها للكوارو، دونك هي خصها تركب الله وهي كتركب القدام، تشد لهم في فخادهم، تضحك معاهم، يعني انا مشيت مغفول، يعني صافي بقيت حال في امي ما عرفت شنو كاين، ولكن هادشي راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه ما يبغي الله ولا العبد. عرفت شنو هي مرت الراجل؟ انا دابا راه راجلها مشيت لعنده وطلبت منه السماحه. بلاش انت عاد شويه، عاود لينا كيفاش فاش قالت لك راني مجوجه، شنو قلت لها انت ديك الساعه؟ عاودينا بالتفاصيل. بالتفاصيل اخويا، ملي قالت لي مجوجه صافي ما بقيتش عارفه شنو كاين والله. قلتي لها واشنو قلت لها؟ قلت لها اختي هادشي راه ما يبغي لا الله ولا العبد. قالت لي ولي خرجني لهادشي، كيقول لي انت راه بقيتي تضربي على العين، زعما ما فهمتي، ما معطياش، زعما ما بقى حتى واحد يديها فيك. صافي قالت لي انا ديجا مشيت مع واحد، قسما بالله قالت لي عطاني حقها 600 درهم باش نصاب شعري باش كرا البيت وهادي، قالت لي عاد مشيت معاك انت، ولكن اول واحد يعني قالت لي اللي ارتحيت ليه هو نتايا. كنقول لك انا 6 سنين اخويا راه ما ساهلاش، راه قلت لك الخلا تصور اقسم بالله الطبيعه الغابه، كنا كنمشيو لها عام ولا كنمشي نريح معها تما، قسما بالله في تما فين كنت كنمشي معاه ونقضي معاه الغرض تما، حتى ماتت واحد الايام عدوسه تجيبني قالت لي شوف بلا نبقى نمشيو للخلا غنمشيو هنايا سميتو للشحاوطه. وما نكذبش عليك اخويا ما مسرطاش ليا، والعائله ديالها عارفين ماشي ما عارفينش. الدار ديالها كنمشي عندها حتى للدار، وديجا راجلها صلحتو في الدار، ولكن ما نصحابوش انا راجلها. كيفاش مثلا باش ما شنو نقول لك، ربي اللي عالم. شنو وقع هذاك النهار اللي وقع لك مشكل مع الرجل؟ شنو وقع؟ واش وقع؟ ما تناقش انا وياه، ناقش انا وياه، ولكن هي بحالها في دريبلاتو، يعني صعب باش ما يعرف حتى حاجه كاينه. عيطت لي قالت لي عيطت لي قالت لي يوسف درتي لي المشاكل وهادي وكذا، راه راجلي هذاك. قلت لها المره الاولى جيني للصراحه، قول يا ودي انا راني مجوجه. قلت لها باش تفلي عليا؟ لا حشومه، راه ما يبغي لا الله ولا العبد. قلت لها هادشي هذا راه مصيبه، هادشي اللي طحت فيه انا وياك دابا. قلت لها كنت مطلقه ماشي مشكل، قلت لها انت دابا مرت الراجل تمشي مع هذا وتمشي مع هذا، وبسبابه والله خويا سبابه درت عمليه دابا، انا مريض بسبابه والله خويا، بسبابه مريض قسما بالله، باقا لي العمليه الثالثه. ومشيت عند لوسا خو راجلها، قال لي الله يعطيه الغرق الله يعطيه العذاب، شوهتنا، قال لي راه ماشي معاك انت، قال لي مع اي واحد. هي دابا الاخوات المحمديه ومشات لبوزنيق.
انت ملي مشيتي قلتي لي مشيت دويت مع راجلها، شنو قلتي للراجل؟ راجل هديوتي، راجل قال لي انا بغيتها بحال ما هكا. انا طلبت منه السماحه، نصحابو بنادم، مشيت عنده قلت له اخويا اسمح لي وهذه كذا وكذا. قال لي انا ما غاديش نسامحك الا سامح لك الله. قلت له واسمح لي دابا وعنكتو صافي. شويه ولا بغى يتبعني، شويه ولا كيتجسس عليا، قسما بالله كندور كنلقاه حدايا. ومنين مشيت قلت لي دابا دخلنا عليك بالله شنو بغيتي عندي. قال لي عطاه التيساع. قلت له انا عطاه التيساع، راه انت اللي خصك تعطيني التيساع. وبقيت كنجبد معاه صداع اليوم غدا اليوم غدا. مشات دارت لي المشكل يعني كبير بلا ما نجبدو، هذا راه مشكل كبير دارتو ليا. وغمضت عينيا وطلبت منها هي السماحه، قلت لها انت صافي سمحي لي حتى حاجه ما توقع. وملي دازت اخويا شي 3 ايام 4 ايام بغيت عاوتاني باش نرجع نشوفها، يعني بحال ما عرفتش شنو دارت لي. لقيتها مشات تحولت لبوزنيقه. ودابا اخويا راه ما نكذبش عليك، راه الناس ما كيجينيش المشاكل ولات عندي في الدار بزاف. الخدمه اي بريكو كنبغي نمشي ليه الامور كتعكس. وحسبي الله ونعم الوكيل. كنطلب من الله الله يغفر لي على الذنب اللي درت، وحسبي الله ونعم الوكيل. والله ياخذ في الحق. وهي كاتبه على العائله ديالهم كتقول لي راه نصابر باغي نصاب عليا ودي، ولكن انا عندي التصاور ديالها، عندي البروف ديالها عندي. راه العائله ديالها كلهم عارفين، خوت راجلها عارفين، خوت راجلها هما قالوا لي نوقفوا معاك وكل شيء. ولكن في الاخر ملي عرفوا ما غيصوروا والو، قال لي صافي سير اخويا عم بحرك. انا راه مشيت عنده قلت له انت هاد التصاور ديالها وكل شيء هادي. قال لي اخويا عم بحرك. ولكن راه انا من الداخل مأنب، راه ما معذب بزاف اخويا، وحق ربي اللي معذب بزاف، ربي اللي عالم. والله اخويا لا ربي اللي عالم، وحق الله النعاس ما كيجينيش. كنولي نهضر بوحدي بعد النوبات، كنولي معصب حتى مع الدار. الوالده كاع مسكينه كاع كنتعصب عليها. السبابه هي علاش؟ حيت التصاور ديالي عندها. ربما داك الانتقام اللي انتقمت لي من التصاور. اقسم بالله بعد النوبات كنبقى نهضر على راسي، كنتعصب على راسي، كنبغي بزاف د الحوايج. لا اله الا الله وصافي، حق الله خويا. دابا انت ديك الساعه فاش انت كنت كتحاول انها فاش ساليتي معها بقات شي كتقلب عليك؟ وراه ضروري، راه بيان سور راه كتجي عندي البلاصه فين خدام في السويقه وكنريح معاها وكل شيء. حنا واخا كنا كنتناقشوا بحال تناقشنا اليوم، بحال ولفاتني حتى هي ولفاتني. ولكن راه مرت الراجل اصاحبي، حط بلاصتك في بلاصه اي واحد. راه مرت الراجل اصاحبي، راه هذيك راه بحال كنحرم ليه ولادو. ولكن هي عندها زايد ناقص. هي قالت لي نمشي معاك انت ونمشي معاه، ما عنديش كاسار. قالت لي انا ما مقنعنيش. هو اصلا كي عندك ليا انت يمكن لي دافك. وهذا الشيء اللي كاين اخويا الحبيب. انا كنطلب من الله يا رب الاعلى الله يغلبني عليها والله يبعدني عليها قد بعد السماء مع الارض. هي راه مشات بحالاتها، ولكن انا راه من الداخل ديالي باقي محروق. راه محد راجلها باقي ما سامحش ليا، ومحدي انا كنتعذب. وحق الله كنركب على البيكال راه بعد النوبات كنقول صافي هنا غنطيح نموت هنا. بعد النوبات دابا الاغلبيه ولات كنعمر البحر بزاف باش ننسى هي. وحق الله ونسى المشاكل ونسى بزاف د الحوايج. راه 6 سنين ما ساهلاش. تصور اقسم بالله تا من رمضان الناس فاطرين وحنا الناس صايمين وحنا فاطرين، قسما بالله. علاش؟ وصافي حنا اساس غنمشيو نصوبها بلاكار نقادو المسائل ونشريو. تصدقنا داخلين قضينا الغرض في رمضان. قسما بالله خويا درت معها شي حوايج راه رب. قسما بالله خويا درت معها شي حوايج راه ربي اللي عالم. راه حنا انا وياه راه لا اله الا الله محمد رسول